من يومين ظهر موضوع غريب جدا فظيع جدا من كل النواحي، فطبعا لازم اتكلم عنه. ظهرت بنت اسمها هدير. هدير دي بتقول انا قصتي بتحكي ان انا غلطت مع واحد ونتيجه الغلطه دي انا جبت بيبي، تمام؟ وانا مش هقتل ابني ولا هموته ولا هتكسف من الناس، انا مبسوطه بده جدا وفرحانه بده وسعيده ان انا عندي ابن ومش هحرمه من حق الحياه، تمام؟ المشكله مش في كده، ومش المشكله ان هي افتخرت بنفسها وافتخرت بشيء يحرمه الشرع ويحرمه الدين ويحرمه العادات والتقاليد وكل حاجه. لا، المشكله ان هي عملت هاشتاج ادعم هدير، ومصر كلها والعالم العربي دخلوا وعملوا الهاشتاج ادعم هدير. ادعم ايه بالظبط؟ ادعم ايه؟ ادعم واحده خلفت بطريقه غير شرعيه ومبسوطه وفرحانه بنفسها والمجتمع كله بيساندها وفرحان معاها؟ طب ازاي؟ انت يا بنتي تبع انهي دين؟ انهي دين بيقول انك انت تفتخري بشيء حرام وعيب وغلط؟ بلاش كل ده. فين اهلك؟ يعني ايه مصطلح سنجل ماذر؟ يعني ايه؟ يعني شفتي مين في حياتك عايشه كده حياتها وبتقول انا سنجل ماذر ومش مشكله وانا هربي ابني عادي وبتفتخر؟ يا وليه يا اللي تنشكي في قلبك، ازاي تخلي ابنك يبقى موجود في الحياه كده بدون اب؟ طب بلاش كل ده. الولد ده هيتسجل باسم مين؟ يعني الولد ده هيبقى في شهاده ميلاده مكتوب مين؟ ابراهيم سنجل ماذر مثلا؟ ولا هيبقى مكتوب ايه؟ بلاش كل ده. البنات اللي دخلت والولاد اللي بيدعموها وبيقولوا ادعم هدير وان الموضوع انساني، بتدعموا يعني اخلاقيات غلط في المجتمع. انتوا سايبين كل البلاوي اللي في مصر والعالم العربي والمجاعات اللي احنا عايشين فيها والمصايب وبلاوي وغلاء الاسعار والكوارث دي وبتدعموا الحرام، بتشجعوا الحرام. ده انتوا ما بتشجعوش الحاجات الكويسه زي كده. يعني ايه ادعم واحده؟ الواحده دي عملت غلطه لا تغتفر، لا وفرحانه، يعني هي فرحانه واللي حواليها فرحانين بيها. ازاي يعني ابنها ده لما يكبر يدخل المدرسه والمس تساله وتقول له انت اسمك ايه، هيقول لها ايه؟ هيقول لها ايه بجد؟ يعني بلاش كل ده. نظره المجتمع للولد ده هتكون ايه؟ يعني ايه كميه الاوفر اللي بقت في الموضوع؟ يعني ايه؟ يعني ايه بجد؟ انا مصدومه ومندهشه من الناس اللي بتقول ادعم هدير. انا طبعا عمري ما هدعم حاجه غلط زي دي ولا حرام كمان. اهلها فين اهلها؟ فين الحاج ابوها اللي رباها يشوف بنته السنجل ماذر بتعمل ايه فينا؟ مش عارفه بجد ده ايه، ولا دي ظاهره هتعمل فينا ايه وهتوصلنا لفين؟ لا كمان الغريب ان الناس داخله بتقول يعني شجعت البنات اللي في الموضوع ده معاهم تشجيع غلط. يعني كذا بنت شفتها في الكومنتات بتكتب وانا كمان سنجل ماذر وافتخر. ازاي انتوا بقيتوا خلاص كده وشنا بقى مكشوف للدرجه دي؟ بقينا بنحلل الغلط؟ ازاي يعني كل البنات اللي كانوا مستورين دول طلعوا فضحوا نفسهم عادي عشان خلاص واحده المجتمع وقف جنبها؟ احنا بنقف جنب حاجات غلط ازاي نعمل كده؟ لا الهدير دي ابوها فين وامها فين خالها فين باقي عيله اللي جابها فين يعني؟ لا بجد سيبوا كومنتاتكم في الموضوع ده. اللي موافق على الموضوع ده يكتب كومنت، واللي معترض زي كده يكتب برضو كومنت. ونتمنى ان الظاهره ما تنتشرش عشان المجتمع مش ناقص كوارث وبلاوي ومصايب، فنقوم نزودها كمان ببلاوي نسب وببلاوي فضايح. ربنا يستر علينا جميعا يا رب وعلى المجتمع كله من الكوارث اللي داخله علينا. شكرا.